الإخوان المسلمين وبين أخريات نظام عهد مبارك وتحديدا مع عمر سليمان وغيره؟ الإخوان المسلمين كانوا بيبدوا منتهى النعومة في الأول إلى أن يتمكنوا شأن أي لم يرفعوا شعار ارحل ولا حاجة. لا 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 لا. ليه؟ ده الإخوان المسلمين في أول أيام، أما الشباب الأولاني اللي جه بالنت ده وبالفيسبوك هم الثورة. هم الثورة حقيقة، وهم اللي وجهوا الثورة، وهم اللي جمعوا الناس، وهم دول الثورة. انضم عليهم شباب أقل استخداما للنت، انضموا عليهم اللي هم بيظهروا لنا دلوقتي في بعض الحركات الموجودة. في الأول ملناش دعوة بدي ولن نشارك ولن نتفق الشأن الذي لا يتغير للإخوان المسلمين منهج واحد. وإذا احنا ما استوعبناهوش ساعتها أو خدعنا بيه بقت غلطتنا، لأن هم بيمارسوا طبيعتهم في النصب على الوطن زي طول عمره. لكن هم طبعا في الاجتماعات كانوا لينين جدا ويعني محبوحين وبيبنوا علاقة. شأنهم شأن أما كانوا في مجلس الشعب، أما كانوا يقفوا يصرخوا ويعملوا لنا غضبانين ويطلعوا من المجلس ويخشوا شوية الهمبكة، وهم رايحين بعد الظهر يقعدوا مع أمن الدولة ومع زكريا عزمي. زكريا عزمي طالع من السجن المرة اللي فاتت بيقول الحقيقة أنا بشكر الرئيس مرسي، كان متعاون جدا وعادل. ما معناه يعني عادل؟ اللي وصلني الحقيقة عادل. ايه صورة العدل بتاعه؟ ده كان في التنسيق بيننا وبينه بيسيب لنا الدوائر اللي احنا هنخش فيها، وبعدين نيجي نعمل فيلم في مجلس الشعب غضبانين وممنوعين ومسموحين. الحقيقة قصة خداع يعني اتجرجر فيها الشعب المصري الطيب على مدى فترة طويلة انتهت بالمأساة اللي احنا فيها دي.